لأن حقيقة نحن الزوايا حذرنا مرارا وتكرارا بأن قلنا أن السلفية هي الخطر الوحيد الذي يهدد كيان الوحدة ويهدد أمن الجزائر واستقرارها. حينما قلنا هذا الكلام ثارت ثائرة الجميع وقالوا بأنكم تستعملون الإقصاء تجاه هذه المجموعة، ولكن تبين في الأيام بأن هذه الطائفة اللي هي طائفة السلفية شكلت خطر حقيقي واستولت على المساجد، لأن أغلبية المساجد أو بعض المدارس القرآنية وبالأخص في الجزائر العاصمة هي تحت سيطرة السلفية، ولها أفكار هدامة، أفكار ليست لا في صالح الوطن ولا صالح الأمة ولا صالح المواطن، وهي تعمل على تشتيت وتفكيك النسيج العقائدي للمجتمع. أما ما يقصده معالي أي نوع أستاذ عبد القادر باسم، أي نوع من السلفية تتكلم؟ السلفية أنواع في الجزائر، السلفية هناك سلفية علمية، هناك سلفية تؤمن بالعمل السياسي، وهناك سلفية متطرفة من لا ترى إلا في السلاح وسيلة لممارسة نشاطها، وهذا يعني أقصى ما في السلفية. أي سلفية أنت؟ لا، أقصد المرض هو المرض، يعني ما كانش فرق بين يعني كلها واحد عندك. كل هذه السلفية سرطان خبيث يهدد استقرار ووحدة الجزائر، وهذا هم الجزائر يعني. نعم، هذا هو هم الجزائر، لأن القضية هذه بانت منذ التسعينيات، يعني من دخول ما تسمى الحركة الصحوة الإسلامية في الجزائر الثمانينات، وكأننا شعبنا كان في ضلالة وفي جهالة قبل الثمانين، وهذا عيب. ممكن يقصدون بالصحوة يعني الإسلام، ظاهرة الإسلام السياسي في الجزائر. نعم. أستاذ عبد القادر، سأعود إليك، فكرتك الآن. لا، دعني أكمل حتى ما تشتش نعم. الأفكار، لأن السلفية قلت بأنها مرض ينخر المجتمع والنسيج العقائدي، وخلقت لنا فوضى حتى من ناحية الفتوى. الآن هم بالمناسبة تاع ذكرى عاشوراء كل تيار، كاين ناس صامت البارح وصامت اليوم، كاين ناس تصوم اليوم وتصوم غدوة، الآن تلفوها الحقيقة لشعبنا. لهذا أما قضية ما يقصده وزير الشؤون الدينية على بعض الطوائف هذه، ممكن هذو شباب مراهقين أحيانا تكون عن طريق الفيسبوك عن طريق الإنترنت، ولكن يعني لا يشكلون أي خطر. لا يشكل أي خطر. نقول الناس اللي راهم زايدين في 93 94 92 ما عرفوش واش هو الارهاب، نقول لهم ما تخلوش ناس يستغلوكم ويديروكم كأداة باش يخربوا الجزائر. انا هذه يعني نقولها للشباب اللي زايدين، صح عندهم طموحات كبيره حابين يحققوها، عندهم استطلاعات، لان ذكرنا العالم الان راهو قريه. أنني معاكم، العالم راه قرية، التواصل الاجتماعي ولا العالم قرية صغيرة. بصح واش نقول لهم؟ هذه الجزائر تاعنا كاع ونحافظوا عليها كاع. نقول للشباب تاع الجزائر هذا حافظوا على بلادكم، والله ثم والله وبالله وتالله غير راهم حاسدين على هذه النعمة لنا.